اخوان السلام عليكم، معكم شعيب. الموضوع ديالي ان شاء الله غيكون حول الاتعاب ديال المحامي. يعني انا لو كنت محامي شحال خصني نعطيه وشنو هما الاتعاب ديالو؟ وهذا السؤال هذا بالضبط العديد من الناس يعني كيرددوه. شحال خصني نعطي المحامي لو كنت، شنو هما الاتعاب ديالو، شنو هما المستحقات ديالو؟ لدرجه انه بعض الاشخاص كيطيحوا في واحد المواقف التي لا يحسدون عليها، يعني واحد المواقف اللي هي خايبه بزاف وكتستدعي انهم يوكلوا محامي، ولكن فقط لانهم كيقولوا فاسهم ان المحامي راه غيطلب لي واحد المبلغ كبير او لا واحد المبلغ اللي ما عنديش، ما كيوكلوش وكيطيحوا في مواقع في شي مشاكل اللي هي صعيبه. ولهذا اللي خصكم تعرفوا الاخوان انه راه المحامي، الاتعاب المحامي راه ما كاينش شي نص قانوني اللي كيحدد الاتعاب ديالو. قانونيا ما كيقولكش على المحامي شحال خصو يشد، او لا المحامي متى خصو يشد ما بين 1000 درهم حتى 10000 درهم. الاتعاب ديال المحامي تحدد بالتراضي بين الطرفين، يعني بين المحامي والموكل ديالو. كما ان الاتعاب كتختلف من قضيه لاخرى وعلى حسب المحامي. غنفترضوا مثلا واحد القضيه ديال الطلاق، نفترضوا مشيت عند المحامي الاول غايقول لي مثلا واحد 3000 درهم، مشيت عند الثاني غايقول لي 5000 درهم، مشيت عند الثالث غايقول لي 10000 درهم. ولهذا الواحد ما عنده مناش يخاف. المحاماه راه مهنه شريفه، واي دومين فيه الناس اللي خايبين والناس قباح. انا مشيت عند المحامي غنقول له فوالا هي ها المشكل ديالي، عافاك شنو هو المستحقات ديالك، شحال خصني نعطيك. يقول لك حتى الا كان بامكانه يقول لك ها شحال، يقول لك ما عجبكش شحال سيشوف محامي اخر، حاجه عاديه. ولهذا الواحد اين فوا يمشي عند المحامي، اول حاجه من بعد ما تعطيه المشكل، تشرح له المشكل ديالك وتعطيه الدوسي ديالك، المحامي كيشوف داك الدوسي ديالك او داك المشكل ديالك، كياخذ واحد النظره شامله على داك المشكل ديالك. هنايا الا كانت المسطره واضحه راه كيقول لك ها شحال خصك، ها شحال خصك، يعني كيقول لك المبلغ الكامل. ولكن في حالات ما كانت المسطره القضيه شويه معقده وفيها العديد من المسطرات ومسطره كتخلق مسطره، هنا ما يمكنلكش يقول لك يعني المبلغ الكامل. واللي خصكم تعرفوا انه الاتعاب ديال المحامي ما كتعلقش بالنتيجه ديال القضيه. سواء ربحتي القضيه ولا خسرتيها، المحامي كياخذ داك المستحقات ديالو. ماشي فقط لانه يعني وكلتي على واحد القضيه وانت خسرتي القضيه ما تخلصوش، لا، المحامي كياخذ الاتعاب ديالو سواء خسر القضيه ولا ربحها. واحد المساله اللي هي مهمه، بعض المحامي او نقولوا الاغلب ديال المحامين ولا واحد النسبه كبيره ديال المحامين كيطلبوا الاتعاب ديالهم بواحد النسبه مئويه. يعني في عوض قوليه باش يقول لك تعطيني مثلا واحد 5000 درهم ولا 10000 درهم، كيقول لك عطيني 15% ولا 20% ولا حتى 25%. مثلا نتايا وكنتي واحد المحامي على واحد القضيه ديال الارث، ونتايا غتشد واحد الكابيتال، يعني غتشد واحد المونطون اللي هو ملايين صحيحه، والمحامي كيكون يعني عارف تقريبا شحال انك غتشد مثلا فوق واحد 300 مليون. فعوض ما يقول لك ها شحال تعطيني، لا كيقول لك اعطيني 15% ولا 20%، فقط لانه طمع انك شاف انك غتشد واحد مثلا واحد 300 مليون، طلبك واحد النسبه مئويه. مالو داخل معك في الحاله المدنيه، ما كايناش هذه. فان المحامي يطلب الاتعاب ديالو بواحد النسبه مئويه غير قانونيه وما كايناش. من حقه يطلب لك الثمن اللي بغا، يطلب لك 20 مليون 30 حتى 100 مليون، من حقه. كيقول لك الا بغيتي هذه القضيه تربح شحال غتعطيني، من حقه يطلب منك داك الشيء. ولكن باش يقول لك واحد النسبه مئويه راه ما كايناش هذيك وليست قانونيه. ولهذا بعض الاحيان الموكل، يعني الموكل والمحامي فاش كيتقرب يعني القضيه كتقرب تساليه كيطرحوا بعض المشاكل دائما ديال الاتعاب. يا اما المحامي كيطلب من الموكل ديال واحد الثمن زايد او لا واحد الثمن اللي هو ماشي منطقي بزاف، ولا كيطلب منه واحد نسبه مئويه. هنا الموكل شنو خصو يدير؟ كل ما عليك فعله انك تمشي عند الناقب ديال هيئه المحامين. ملي كتمشي عند الناقب ديك الساعه الناقب هو اللي كيحدد الاتعاب ديال المحامي على حسب المجهودات اللي بذل. يعني ديك الساعه الناقب كيقول لك ها شحال خصك تعطي للمحامي لانه ها المجهودات اللي دار، ها المجهودات اللي دار، ها المجهودات اللي دار، وكتهني راسك. وباش الواحد يتفادى هاد المشاكل كامله، فوا نمشي عند المحامي كما قلت لكم، اول حاجه نتناقش معاه فيها اللي هي الاتعاب. الله يخليك هذه هي لا سيتوياسيون ديالي، ها المشكل ديالي، شحال خصني نعطيك. الا حدد لك وقال لك مثلا تعطيني واحد 10000 درهم، غتكتب معاه واحد العقد، وغتوثقوه. عقد فيه نوع القضيه،
بعد الاسم ديال الموكل والاسم ديال المحامي، نوع القضيه، وكذلك الاتعاب اللي غياخذ المحامي. وداك الاتعاب غتكتب انه واش ديك الاتعاب داخلين فيها الاتعاب ديال المحامي زائد المصاريف ديال المحكمه، لانه المحكمه كتستدعي مصاريف يعني راه كتخلص فيها. دونك ديك الوثيقه غتكتب فيها واش المونطون اللي عطيتيه مثلا ديك 10000 درهم اللي عطيتيها له واش داخل فيها الاتعاب ديال المحامي والاتعاب ديال والمصاريف ديال المحكمه وحتى التسبيق اللي عطيتيه. الا كان داخل فيها هادشي كله كتذكروا في داك العقد. الا ما داخلش فيها، المهم التفاصيل ديال داك الشيء اللي عطي داك المونطون اللي عطيتيه او داك الاتعاب ديالو خصك تذكروه في داك العقد باش كتهني راسك، باش في حالات ما قال لك زيدني ولا ما تزيدني كتقول له بيناتنا واحد العقد وهذا الثمن اللي غنعطيك ما نزيدك فوقو حتى شي حاجه. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى انني نكون فتكم ولو بالقليل. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.